السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا صباح النور والسرور بالورد والفل والياسمين والبخور. هتقولوا لي بقى رايقة النهاردة وما اعرفش ايه؟ لا، هقول لكم هو بصراحة روتين حلو خفيف وهادي كده. وانا بصراحة مروقة على نفسي دلوقتي وانا بسجل لكم، وعامله لي كده كوباية نسكافيه، وقلت كده بقى ايه اشربها واروق على نفسي عشان برضه اقوم اكمل واشوف اللي ورايا. لان الحياة بصراحة عايزة انك انت دايما تشحني نفسك بطاقة ايجابية، انك يعني مهما هتقولي انا ورايا المطبخ، ورايا مواعين كتير، لا انت وراكي حاجات كتير جدا. مش هنضحك على نفسنا. انت وراكي سواء تربية اولاد، سواء بقية الشقة عايزة تعمليها، سواء حاجات عايزة تنزلي تجيبيها. يعني بص الدنيا مليانة حاجات كتير جدا، يعني دي بالنسبة لنا حاجات صغيرة. بس عشان تشحني نفسك طاقة لازم كل ما تخلصي حاجة واحمدي ربنا، قولي الحمد لله ان ربنا اداني الصحة ان انا قدرت اعمل الحاجة دي. هتلاقي ربنا بيعينك انك تخلصي اللي بعدها وتخلصي اللي بعدها. وطول ما احنا واقفين بنذكر ربنا، بنصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، طول ما ذكر الله على لسانك اعرفي ان ربنا مش بينساكي ابدا. طول ما انت مش ناسي ربنا، هو ربنا ما بينساش حد، بس طول ما انت فاكراه ربنا دايما بيجبر خاطرك، بيريحلك، بتلاقيه بيساعدك كده في كل حاجة انت بتعمليها، بيهون عليكي. فربنا ان شاء الله يجبر بخاطرنا جميعا، ويهون علينا تعب الدنيا كله، ويرزقنا بالجنة في الآخرة ان شاء الله. بس عايزة اقولك طول ما انت كده متكلة على الله، ربنا دايما هيعين. وبص بقى النهاردة الروتين حلو وخفيف ازاي. عندي شوية مواعين كده في المطبخ كده في الحوض، قلت اصبنهم. وبعد كده بقى ايه، هبدأ اروق ترابيزة المطبخ. يعني ايه حاجات خفيفة، مفيش حاجات كتير قوي. وطبعا كنت مروقة الدنيا بره، ما عشان كده بقول لكم ايه، طول ما انت بتعملي يعني حاجة كده ما تلاقي ربنا بيعينك. وحاولي تاخدي من الحاجة يعني ايه التقيلة الاول، ابدأي بالكبير الاول. انا بصراحة المطبخ بالنسبة لي بحس ان هو بياخد طاقتي كلها، فده اللي ما برضاش بقى ابدأ بيه. انما مثلا عندي مثلا الصالة، مثلا الارجل، اوضة الاطفال كده، لا ببدأ بالحاجة التقيلة فيهم الاول قبل ما اخش المطبخ. لان حرفيا لما بخش المطبخ وابدأ بالمواعين وبالحاجة اللي فيه، بحس ان انا بخرج هلكانة، انا بترمي بصراحة على الركنة، بحس ان انا مش قادرة اقوم اعمل حاجة تاني. وكمان احنا في الحر اللي احنا فيه دون، يعني ربنا يعيننا يا رب، ويجعله يا رب في ميزان حسناتنا جميعا، ويهون علينا يا رب عذاب جهنم في الآخرة يا رب، إن شاء الله يبعدنا عنها جميعا يا رب، ويرزقنا الجنة. فهو بجد بجد عايزة أقول لكم في الحر ده أنا ببدأ ببره الأول كده، أو عامة في الشتاء بحس إن أنا لما بخلص اللي ورايا الأول في الشقة وبعد كده أخش المطبخ أحسن لي بكتير جدا جدا لما أبدأ بالمطبخ. لان حرفيا ببدأ بالمطبخ انا بخرج ببقى مش قادرة، انما كده بخلص اللي ورايا في الشقة اخش اصبن لو هعمل الاكل. يعني بحس ان يومي فيه بركة، معرفش ليه انا كده. هنا بقى انا كان عندي قالب زبدة قطعته كده وحطيته في العلبة وحطيته في التلاجة. ودي هنا بقى بصوا كانت حبة مرتة كانت بعتها لي والدتي، ربنا يا رب يديها الصحة وبركة العمر، ويرحم كل ام يا رب كده، ويهون على قلوب كل واحد فقد امه. لان بجد الام دي حاجة كبيرة جدا جدا جدا. ربنا يبارك لنا يا رب في امهاتنا جميعا ويديهم الصحة وبركة العمر. وهنا بقى بص بقى قلت لما ايه اللي هي اللي بتاعت الزيت دي، وهلمع بقى ترابيزة المطبخ كده واديها دعكة محترمة، ما فيش مواعين كتير، فلا هدي كل حاجة حقها. فهنا بص بقى انا بحب قوي الرخامة، بص وهي كده تحسيها رايقة كده ونظيفة كده، مش عارفة بحسها كده بتلمع، اللي هي الرخامة السوداء او اللون الاسود بحسه بيلمع اول ما بتدعكيه. بس هي الوزرة دي اللي هي الحتة اللي هي البيضة اللي هي في الرخامة دي من الجنب دي، يعني اللي هي في الحافة، دي مكان اللزق نفسه. فدي بصراحة اللي رخمة قوي مضايقاني، مش عارفة بصراحة داريها ازاي او اعمل ايه فيها. بس الحمد لله فضل ونعمة. وبص بقى الرخامة، بص هنا ايه لسه ما تمسحش الصابون كله من عليها، وبدأت تبان وتلمع كده وتبقى زي الفل. فهنا بقى بص بقول لكم الروتين بتاعنا خفيف والله، ما فيهوش اي حاجه خالص.
وزي ما انتوا شفتوا بقى كده خلاص رجعت كل حاجة مكانها. مش بقى ايه، مش مثلا اشيل من هنا واحط هنا، ارجع اروق الرخامة فارجع حاطة يعني حاطة عليها تاني، لا يعني ما احطش في حتة وارجع اشيل واحط تاني، لا احط كل حاجة مكانها. يعني الزبدة قطعتها احطها في التلاجة، العسل الاسود فضيته احطه مثلا مكانه واحطه في التلاجة عشان الجو حر كده، والمرطة نفس الحكاية. فهنا بقى بصوا خلاص خلصت الجنب ده وهخلص بقى الجنب التاني ده. بصوا بقى المية هنا من مكان صفيت المعالق. فعايزة اقول لكم بقى ربنا يا رب يهون علينا جميعا يا رب الحر دون، وحاولوا على قد ما تقدروا كده اذكروا ربنا وانتوا واقفين، وربنا يا رب يجعله جميعا يا رب في ميزان حسناتنا يا رب ان شاء الله. وما تنسوش بقى تشتركوا في القناة واللايك كده، عشان ايه، نفس القناة تبان ان شاء الله، هتبان، مش هيأس برضو. ربنا يا رب يعيننا جميعا ويحقق لكل واحد يا رب كل حاجة بيتمناها. هنا بقى بص برجع كل حاجة مكانها. انا كنت ممكن احطها وخلاص وزي الفل لما مسحت تحت منها وخلاص، لا انا بص هنا بقى رجعت كل حاجة مكانها لما في الدرج، لان الحاجات الكبيرة او الحاجات اللي انا مش بستخدمها على طول بحطها في درج كده في المطبخ. والصفاية بحط فيها الحاجات اللي انا ايه يعني بتتسحب، لو معالق شاي مثلا لو حد هيعمل حاجة، معالق اكل، الكلام دون. هنا بقى بص بصمم بقى مكان الزبدة كده والحاجات اللي احنا ايه، مكان مقطعة الزبدة واللي هي الحاجات اللي هي الخفيفة اللي كانت على ترابيزة المطبخ بس. وهنا بقى قلت ايه الم المواعين كده اللي هي خلاص اتصفت، وهن عشان ندعك برضو صفاية المعالق والاطباق، بحيث ان تبقى الدنيا ايه رايقة ونضيفة معانا، نخرج ما يبقاش في حاجة ورانا هنعمل اكل تمام، يبقى الدنيا رايقة حوالين مننا. يعني حتى لو هي ما صفتش حلو عادي بنشفها كده حلو وبشيلها، تبقى برضو صفت مية كتير فخلاص بقى بتبقى ايه يعني تنشيفها خفيف. وانا زي ما قلت لكم برضو عودتكم في كل فيديو بغسل حتة المطبخ على طول، يعني ايه اول باول كده بايدي بتحس ان هي تبقى نظيفة معايا على طول بس. وهدي بقى دعكة حلوة كده للحوض، يبقى نظافة وروقان كده وتبقى مفيش ورايا اي حاجة. وزي ما قلنا كده ايه تبقى الدنيا نظيفة، ريحة الدنيا ريحة النظافة نفسها حلوة قوي. وبصوا بقى خلاص خلصت كده ايه، يعتبر خلصت الفيديو. بص بقى بنتي هنا تعمل ايه، بص لعب العيال دي، بنتي الكبيرة يا جدعان دي الكبيرة بتعمل كده، امال الصغيرة هتعمل ايه؟ فربنا يحفظهم يا رب ويحفظ لنا اولادنا جميعا، ويرزق يا رب كل مشتاق يا رب بالذرية الصالحة يرزقهم يا رب ان شاء الله. هما بيحيرونا وبيتعبونا وكده، بس نعمة من عند ربنا، ربنا يبارك لنا فيهم ويحفظهم يا رب. بس كده بقى بصوا كانت الدنيا خلاص فضيت معايا ونطفت، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، وما تنسوش اللايك والاشتراك.